والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس من قناة فارس جاموس، واليوم جايكم مقطع جديد مو مثل أي مقطع. اليوم مقطع بس مشان أبين لكم ليش الشهر الماضي قطعت، يعني ما عاد نزلت ولا أي فيديو، حتى يوم الجمعة ما عاد نزلت. ومع إنه يعني نحن اتفقنا من أول السنة دراسية طبعا، يعني قصدي إنه ننزل بشكل أسبوعي يوم الجمعة. أوكي، اتفقنا انه ننزل بشكل اسبوعي يوم الجمعة، بس الشهر الماضي يعني اللي راح تقريبا 4 أسابيع اللي راحوا لازم يكون منزل فيهم 4 مقاطع فيديو، بس للأسف ما نزلت. راح في أكثر من سبب لأني ما نزلت، وحذكر أسباب بهذا الفيديو. نبدأ مع أول سبب لأنه طبعا كان عندنا امتحانات، وأنا قلت لحالي إنه كل ما يجي امتحانات هم حيجوا يعني بين أسبوعين، فحيجي أكيد فيهم يوم جمعة ما راح ننزل لما يكون اوقات الامتحانات. فاجى التقييم الثاني، وانه هو كان مقسوم على اسبوعين. اول اسبوع اخذ نصه، وصراحة ما كان عندي فكرة للفيديو، وما كنت بقدر انه اصور مقطع وانزله كمان يوم الجمعة، وما كنت فاضي صراحة. يعني حتى لو كان عندي فكرة للفيديو وكنت بقدر امنتجه، ما كنت فاضي انا مشان امنتج او اجيب فكرة للفيديو، فمشان هيك ما صورنا. واصلا احنا قلنا ان اوقات الامتحانات ما راح نصور، فهذا السبب الاول اني ما نزلت. والسبب الثاني لانه بعد الامتحانات اللي نصهم بالاسبوع الاول والاسبوع الثاني كامل، اوكي، اجت بعديه الاختبارات الوطنيه اللي هي IBT. صراحه IBT هو الاختصار، بس ما بعرف شو هي الكلمه، بس اذا لقيتها بحط لكم اياها هون. الاختصار IBT يعني الكلمة اللي مختصرة منها IBT، اللي هي بالعربي امتحانات وطنية يعني حول العالم، والإمارات داخلة بهذه الامتحانات. فامتحنا، وصحيح انه ما بده هو يعني انه ندرس عشان هذا الامتحان، لانه هو مو مشكلة انه خارجي، مع معظم الامتحانات وزارية خارجية كلها، بس انه هو يعني دولي، مثل ما بيقولوا دولي على مستوى العالم. فحلينا بالامتحان وتفوقنا فيه الحمد لله، وكانت الأسئلة سهلة ونوعا ما صعبة صراحة، يعني ما بدنا نكذب. وهذا السبب الثاني. فكمان بالأسبوع اللي كان عندنا اختبارات IBT اجت الهيئة اللي هي بتيجي بتشيك كل سنة على المدارس، بتيجي تحضر 3 أيام. هو بتيجي اسبوع، بتيجي اخر يوم هو نحن بالاسبوع اللي كان اوكي. اجت اخر يوم من يوم الاحد، واجت ثلاثاء اربعاء، واجت الخميس بس اجتماع بالمدرسين. فيوم 3 ايام اللي اجوا لعندنا على الصفوف يعني ادينا الحمد لله. فكان لازم انا ادرس، يعني مو بس انا، يعني جميع الطلاب كنا، يعني مثلا ما بعرف اذا جميع الطلاب بيحضروا، بس اكيد في معظم منهم بيحضروا. انا كنت منهم بحضر قبل ما ناخذ الدرس، بس لما اجى اسبوع الهيئة صرت احضر، يعني تحضير بسيط صار، يعني احضر يعني كأنه الاستاذ عم يشرح لي اياه. فيعني توفقنا كمان بهذا الاسبوع، وهيك صار 3 أسابيع الاسباب ليش ما نزلنا. فاجى الاسبوع الرابع كان عندنا خميس وجمعة والسبت وأحد عطلة، ماشي. ليش يا فارس ما نزلت هدول 4 أيام؟ أول شيء خليني أقول لكم ليش نحن عطلنا هدول 4 أيام، خميس جمعة السبت أحد، مع أن العطلة دائما بتكون جمعة والسبت بس في الإمارات يعني، والدول العربية معظمها. خليني أبين لكم الأسباب ليش نحن غبنا هدول 4 أيام اللي هو خميس جمعة السبت أحد، مع أن نحن بالإمارات بس نغيب جمعة والسبت يعني عادة. فغبنا خميس جمعة السبت أحد. أول شيء الخميس أنه كان يوم 30 نوفمبر هو اللي صادف يوم الشهيد في دولة الإمارات، ونحن نحتفل بيوم الشهيد اللي هو 30 نوفمبر تخليدا للشهداء الإمارات، وتخليدا لأول شهيد إماراتي اللي هو اسمه سالم سير خميس. ممكن أحط لكم صورته هون. سالم سير خميس أول شهيد إماراتي توفي عام 1971 30 نوفمبر 1971 ميلادي. وغبنا يوم الجمعة طبعا لأنه دائما نحن نغيب يوم الجمعة، يعني عطلة الويكند. وكمان يوم الجمعة كمان كان مولد النبوي. ويوم السبت كان 2 ديسمبر 2017.
وكان يوم 2 ديسمبر يوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. الله يديم عليهم السلام والأمن والاستقرار على دولة الإمارات العربية المتحدة. غبنا يوم السبت أكيد لأنه يوم السبت يعني ويكند، كمان بسبب يوم وطني. بس ويوم الأحد غبنا بس عشان نذاكر الامتحانات، هيك عطلة بس ما بعرف ليش صراحة، بس أتوقع إنه كان يوم السبت ويوم وطني فخلوه يوم الأحد العطلة. فبس هيك عشان هيك ما نزلت يوم الجمعة اللي هو الأسبوع الرابع، وهيك بيصير 4 أسابيع ما نزلت. وبينت لكم الأسباب، إن شاء الله ما كنت طفشتكم بالحكي الكثير. النقطة الأهم بهذا الفيديو واللي أغلبكم أتوقع دخل مشانها، إنه إن شاء الله بهاي العطلة اللي هي شهر كامل، عطلة الربيع تبعيتنا خلص خلصنا الفصل الأول الحمد لله. الفصل الثاني حيجي بعد شهر، وعطلة عندنا شهر 1 حلوة كمان العطلة. فأحسن هيك عندنا 4 أسابيع، لا تفكروا إنه حنزل فيهم بس 4 مقاطع. هدول 4 مقاطع حيتدبلوا حيصيروا 12 مقطع. تخيلين انه 12 مقطع حنزلهم ان شاء الله بالشهر. يصير نظام 3 فيديوهات اسبوعيا ان شاء الله. ما بعرف كيف تقسيمتها، ما بعرف كيف حييجوا، وراح ينزلهم بعشوائية، ما راح ننزلهم بوقت معين يعني بيوم معين. بس بنشوف اول اسبوعين لو تحددنا وناسبنا ايام معينة بنحددهم من الاسبوعين الباقيين، وعاد بعد الاجازة بصير بس يوم الجمعة. اتوقع الثلاثاء لان اني قلت لكم الفيديو اللي قبل انه الجمعة وثلاثاء حسين ننزل. فحسين انزل ان شاء الله فيديو ماينكرافت، فيديو فلوج يعني مو فلوج ممل، فلوج اسبوعي كامل بالفلوج. اوكي يعني من فلوج لفلوج، من فلوج اكيد فهمتوا انه حصور اسبوعي كامل حتى يجي تنزيل مواد فلوج وهيك يعني. وتحدي كمان اللي هو صار 3. فبس حبيت ابين لكم هاي النقاط المهمة. طبعا لاني قلت لكم مش حنزل بوقت محدد او ايام محددة، لا تنسوا تحت تضغطوا زر الاشتراك اللي هو مثل هذا الزر اللي هون. اوكي، ولما تضغطوا بصير لونه رمادي وبظهر جنبيه جرس اشعارات اللي هو نفس هذا. فهذا الجرس لازم تضغطوه اول ما تضغطوه. اوكي، بيعرف انكم انتم بدكم انه كل ما ينزل مقطع من عندي يجيكم اشعار على طول. خلص اجا مثلا انا نزلت مقطع بيطلع لك على التليفون على الشاشه انه فارس الجاموس نزل مقطع جديد مباشره. بس اذا مو مشغل زر الاشعارات ممكن يطول، ممكن يومين 3 4، في ناس توصلهم بعد شهر. وهاي النقاط اللي حبيت بس اذكرها بس عشان تعرفوا سبب انقطاعي عنكم، مع اني وعدت نفسي ووعدتكم انه حنزل بشكل مستمر. بس يعني اعتذر منكم وان شاء الله تتقبل مني الاعتذار، فان شاء الله ما راح نعيدها. وبس هذا كان الفيديو، لا تنسوا اللايك شير فيفورت. معكم فارس، السلام عليكم، باي. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.